الطعمية على الفحم وحواوشي طعمية والفول في الطواجن وطعمية محشية جبنة موتزاريلا وكيري وشوية اختراعات جديدة، تعالوا نشوفها مع بعض. مبدئيا كده احنا كمصريين الفطار عندنا في الغالب لازم يكون فول وطعمية، وفترة الفطار عندنا من 6 الصبح تقريبا لحد 1 أو 2 الظهر عادي جدا. زي انا مثلا كده صاحي متأخر قرب الظهر وهفطر فول وطعمية. المهم ان احنا اول لما بنلمح عربية فول او عارفين مكان اقرب مطعم فول وطعمية بنطير عليه، خصوصا بقى في الاماكن الشعبية الرايقة. والنهارده احنا عند واحد من اقدم واشهر مطاعم الفول والطعميه في مصر، موجود في القاهره في منطقه الدرب الاحمر اول شارع باب الوزير، مطعم قطه. ويا بختك لو انت قريب من مطعم قطه علشان تروق على نفسك باحلى فطار مصري شعبي. هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. مطعم قطه من المطاعم المصريه القديمه اللي بتعمل فطار مصري، فول وطعميه وبطاطس وبتنجان مقلي وكل اصناف الفطار الحرشه. وده المعلم محمد علي الشهير بقطه على اسم المطعم، صاحب المطعم. وتعالوا نشوف محمد قطه ونسمع منه اصل الحكايه ونكمل مع بعض. اسمي محمد، الشهرة قطة. وارث الشغلانة دي أبا عن جدا. أول مطعم فتح فيه كده درب الأحمر كان جدي، بعد كده والدي، بعد كده أنا بقى ورثتها عنهم. أول مطعم فتح في الدرب الأحمر 1947، كنا بنشتغل نعمل الطعمية يدوي، مفيش مكن مواتير تدق الطعمية أو تفرم الطعمية. الحمد لله احنا ملوك الطعمية. مطعمنا الأصلي الأساسي تحت عند مسجد أبو حريبة في الدرب الأحمر، وده الفرع الثاني بتاعنا. دوت بقى الفرع ده بتاعنا شخصيا، ده اتشهرت باسم قطة فسميته قطة. مطعم قطة أساسي بيعمل الطعمية والفول والبطاطس المقلية والبتنجان المقلي والفلفل، الفطار الأساسي اللي كلنا عارفينه. زي ما قلنا قبل كده إن في ناس بتحب تطور من نفسها وناس بتحب تخترع وتفتكس، خصوصا في الأكل. وقطة من الناس اللي عملت اختراعات جديدة، فتعالوا نعرفها. بس هتصور مع الشباب الصغير ده الأول علشان طلبوا مني يتصوروا معايا ويكونوا في الفيديو، فطبعا ينوروا ويشرفوا. ونشوف عم محمد كمان وهو بيعمل حركات كده بمقصوصة الطعمية. وبالمرة نشوف السياح الأجانب دول برضه وهم بيجربوا الطعمية أو الفلافل زي ما قطة عرفهم. وده لأن الشارع هنا بمثابة واجهة سياحية برضه، بيعدي منه كتير من السياح، وفي منهم بيجي مخصوص لقطة يجرب الفطار المصري عنده. هنبدأ أول اختراع وهو الطعمية على الفحم، ودي فكرتها إنها صحية شوية علشان مش مقلية في الزيت وكده. وسر تسويتها مع قطة ما قالهوش ليا، بس أتوقع إنها خدت قلية خفيفة أو على جريل أو دخلت فرن استوت شوية مثلا، وبعدين بتكمل سواها على الفحم وتاخد من ريحة شوي الفحم. وكمان بيعمل حواوشي طعمية، فكرته زي الحواوشي العادي بس بدل اللحمة في الرغيف حاطط طعمية، وبيحمص أو بيشوي رغيف العيش على الفحم. وبيعمل كمان طعمية وبطاطس في العيش السوري، وبيكمل تسويتهم على الفحم برضه. حاجات جديده تقريبا، فتعالوا نشوف هينزل لي ايه من الطلبات عنده سواء من العادي او الاختراعات الجديده دي. كريم وصل بالبشاير، المخلل والبابا غنوج والبتنجان المقلي والفلفل والبطاطس المخلله بالخلطه وسلطه خضراء وطاجن فول وكمان طاجن فول. هنفتح دلوقتي ونشوف النوع والمفعول، وميه السلطه اللي اساسي مع الفطار الرايق ده، وبطاطس مقليه بالكاتشب والجبنه وشويه البصل الاخضر والجرجير. والساندوتش السوري ده لسه هنشوفه، كريم قال لي ده مفاجاه، اكتشف انت يا سندباد. تمام يا كيمو، ادخل عليا بالطعميه المحشيه والبطاطس الجمبري وظبط العمليه وحط العيش كده وروق الكلام. نبص تاني بسرعه بس على الطعميه اللي كان شكلها جميل جدا، 3 قرص طعميه محشيين كل واحد مختلف عن التاني، هنشوفهم برضو مع بعض. واخر حاجه الطعميه المشويه على الفحم. وبسم الله هنفتح اول طاجن فول كده ونشوفه ونلاقيه طاجن فول بالسجق، والتاني كان طاجن فول اسكندراني، والطاجنين شكلهم كان حلو. هنسمي وندوق علشان الكلام يروق دلوقتي، ونبدا بطاجن الفول بالسجق. لقمه رايقه من الرغيف واخد اللقمه التانيه في السريع ونلهط كده في السجق. كان حلو طاجن الفول بالسجق ده، بس هشوف لسه الطاجن التاني الاسكندراني واللي شكله وريحته كانت عجباني. ولقمه كده ونقلب الفول واودي على طول. هو ده الكلام، طعم الفول مع الزيتون والفلفل الاخضر والثوم في الطاجن كانوا عظمه على عظمه قوي ده وليه. وعجبني قوي الفول الاسكندراني اكتر حتى من الفول بالسجق. ولازم في كل لقمه اديله تقليبه كده علشان نمكس كل المكونات ونقول احلى الكلمات. واكلت من الفول الاسكندراني كتير واديته احلى لايك. هدخل بقى على الطعميه المشويه على الفحم وادوقها لوحدها والاقي طعمها غريب كده بالنسبه لي. عارفين الكفته الرز المقليه قبل ما تتحط في الطبيخ؟ حسيت اني باكل ميكس بين الطعميه والكفته الرز المقليه، بس كانت خفيفه كده ومش باين فيها الزيت، وكان باين فيها طعم الشوي على الفحم. وكانت حلوه الطعميه على الفحم واختراع كويس مش وحش. بس خلونا نشوف الطعميه الاصليه المحشيه بقى، اللي كانت بالسمسم ورون هيفتح النفس كده ورايقه. واخد اول قرص طعميه محشيه وافتحه اشوف محشي ايه. الاقيه محشي خلطه سبايسي، خلطه طماطم مع بهارات سبايسي او حاره مشكله. وتاني قرص كان محشي جبنه كيري. اما تالت قرص كان محشي جبنه موتزاريلا بتشد لحد اخر الشارع وشكلها جمدان. وهبدا بيها علشان الحق الجبنه قبل ما تبرد. لقمه في مركب عيش وعيش وسيبنا عيش. عجبتني قوي الطعميه المحشيه موتزاريلا. بعد كده هشوف الطعميه المحشيه خلطه سبايسي. الطعميه نفسها طعمها جامد، لكن خلطه الحشو كانت فيها البهارات كتير. هعصر ليمون على السلطه كده واخد معلقه وازحلق الكلام بعدها بشويه ميه سلطه. ولقيت ان الطعميه اللي بالموتزاريلا احسن، عجبتني اكتر من السبايسي. واخر
حاجه الطعميه اللي محشيه جبنه كيري وعجبتني برضو، بس ما زالت المحشيه موتزاريلا اكتر حاجه عجبتني فيهم. ندخل بقى على قسم البطاطس وابدا بالبطاطس الجمبري، واللي لما دقتها عجبتني جدا وقلت دي بطاطس توب. بطاطس عليها خلطه ومقليه، بس طعم الخلطه كان جامد قوي، وكلت من البطاطس الجمبري كتير كتير قوي. هنزحلق الكلام بميه السلطه ونشوف اللي بعده، البطاطس المخلله بالخلطه. بطاطس مخلله عليها خلطه توم وخضره وطعمها كان رايق قوي. وكان تاني نوع من البطاطس حلوه قوي برضو وتوب. اخر صنف بطاطس وكان طبق بطاطس مقليه عليها كاتشب وجبنه شيدر سايحه، او تقريبا صوص الجبنه الشيدر، ولقمه في مركب كده وعبيها وبعدين اسافر بيها. وحلو قوي الكلام ده. وكان رايي ان 3 انواع البطاطس جامدين. هشوف بقى البتنجان البابا غنوج واخد لقمه في السريع، وبعدين اشوف الطبق اخوه البتنجان المقلي وابن عمهم الفلفل المقلي، واعمل لقمه ميكس كده. وعجبني البتنجان المقلي اكتر من البابا غنوج. هشوف بقى اخر حاجه الساندوتش اللي بالعيش السوري ده، اللي كريم قال لي عليه استكشفه بنفسك يا سندو، وقسمته علشان اشوف الحشو ايه. وطلع بطاطس بالكاتشب والجبنه تقريبا زي البطاطس الصوابع اللي اكلتها من شويه، لكن دي في العيش السوري والساندوتش مستوي على الفحم، فكان طعمه جمدان. وطالما كان بطاطس فانا انبسطت من البطاطس كلها هنا. وعموما كانت تجربه الفطار كلها هنا في مطعم قطه بشكل عام جميله جدا، والحمد لله عجبتني. واكله زي دي وفطار مصري اصلي يبقى لازم نحبس بعده ب50 شاي كده رايقه، سكر بره، وما نكترش من السكر عشان ما نتعبش، كفايه معلقه صغيره، واحلى بق شاي واحلى مزاج. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.